اوكي يا جماعه، نبص مع بعض بصه على النيو استرال الجديده. العربيه الفيس ليفت بتاعها الصراحه نقله نوعيه. دي النسخه بتاعه الالبين، هناخدها دلوقتي لفه مع بعض ونجربها. النسخه الالبين بينزل عليها تو تون، وبتنزل بكالر اوبشن المات. ده مش اكسترا فيز، المات ده موجود ككالر اوبشن في العربيه. موجود منها برضو اللون الابيض، واللون اللي هناك الازرق ده رهيب بصراحه، ملوش حل. موجود برضو هنا. اللي اختلف في العربيه كله من بره. العربيه من جوه تقريبا نفس اللي فات بالظبط. اللي اختلف ممكن الكرسي. الكرسي ده هنا الكانتارا مع جلد، شكله حلو برضو. دي الداخليه نفس الانتيريور ما اختلفش فيه اي حاجه خالص عن اللي فاتت. نفس الحركه دي انا بحبها قوي. هنا معاك تخزن حاجه، وهنا تحط الكاب هولدرز، وهنا الشاحن وايرلس، والريست اللي بيتقسم على 2. المواد بقى بتاعت الالبين تعرفها على طول من اللون اللي هو التركواز ده مع الكانتارا. تعالى نبص عليها من ورا. نفس الماتيريالز مكمله ورا. مساحات طبعا ممتازه، مع 2 سوكت للشاحن تايب سي. بفتحه السقف معانا. فتحه السقف بتاعتها لطيفه قوي، يعني تحسها بص متقسمه كده، وخامتها كمان حلوه. والسقف اسود، صايع قوي السقف الاسود ده. دي العربيه من ورا. فرق كبير. العربيه بقت قمر الصراحه، بقت شكلها حلو قوي. والتو تون فيها ملوش حل. العربيه نازله بنفس منظومه الحركه. الموتور ال 1300 التوربو طبعا بلت 150 حصان و245 نيوتن. حلوه. ايه رايكم؟ قولوا لي. طيب، كتجربة أداء وقيادة العربية ما فرقتش كتير، لأن احنا بنتكلم على نفس قاعدة البناء، نفس الموتور، نفس الفتيس الاكسترونيك سي في تي الفتيس العبقري. ايه بقى الحاجات اللي ممكن تلاقيها اختلفت في الداخلية أو في تجربة القيادة عامة عن الفئة اللي فاتت؟ طبعا غير الشكل الخارجي اللي اختلف تماما من قدام ومن ورا، وحتى قدام بقى عندك كبوت كامل جديد، ومعاك الشبكه كلها جديده. الشبكه اللي هي بقت زي مرسيدس كده، علامات رينو كتير، شكلها حلو قوي زي ما شفناها من بره. كمان رينو بتقول ان عزل الصوت بقى احسن. طبعا ده محتاج تجربه اطول شويه من دي عشان نحكم عليه، لان الرينو قالته ان هم غيروا العزل بتاع الابواب كلها. الانفوتينمنت سيستم المفروض برضو ان هو اتحدث، مع ان هو نفس الشاشه ما اتغيرتش. نفس اليونت الاماميه بتاعت شاشه العدادات، والشاشه الوسطيه هي بس المفروض الانفوتينمنت سيستم نفسه بقى الاوبن ار لينك مع تطبيقات جوجل المدمجه. فالمفروض ان ده يخلي الدنيا اسرع. مع المفروض كمان انه بقى في معالج جديد. ده كده كان انطباع اولي بعد تقديم النيو استرال. هنستنى طبعا ان العربيه تبقى معانا في تجربه قياده مطوله عشان نديكم بقى ايه التجربه التفصيليه زي ما انتم متعودين معانا، ونشوفكم في اطلاق جديد. وسلام.